صباح الفل. هند الضاوي مذيعة في القاهرة والناس، وأثارت الجدل في الآونة الأخيرة حول التصريحات بأن هناك أسس إنجيلية تدعو لدعم إسرائيل وما إلى ذلك. لم تحدد أن هم أمريكان ولم تحدد أن هم تبع الإدارة الأمريكية، ولكن عممت، فده أدى إلى جدل كبير في الشارع المصري حول المسيحيين، لأن أول ما تذكر كلمة إنجيلي هتقول المسيحيين بصفة عامة، فاعتبرها البعض تحريض ضد المسيحيين في مصر. خلونا نسمع المتحدث الإعلامي قس رفعت فكري قال إيه. صباح الفل. الحقيقة أنا تابعت الحلقة اللي أذيعت على قناة القاهرة والناس، واللي فيها الأستاذة هند الضاوي اتكلمت عن الإنجيليين ومساندتهم لإسرائيل. طبعا المشكلة اللي وقعت فيها الأستاذة هند هي مشكلة التعميم، والتعميم بيتنافى مع المنهج العلمي في التفكير. لما هي بتقول الإنجيليين، طبعا رجل الشارع مش بيقدر إنه يميز ما بين الإنجيليين الأمريكيين والإنجيليين المصريين أو الإنجيليين في الشرق الأوسط. صحيح هي جابت فيديو وعرضته لرجل دين أمريكاني وهو بيتكلم عن مساندته لإسرائيل، وإن في إنجيليين هيتدربوا علشان يدافعوا عن إسرائيل. طبعا أنا معرفش الفيديو ده حديث ولا من 6 سنين زي ما أنا قريت. على أي حال مش ده موضوعنا، لكن القصة في التعميم إنه في عدد فعلا من الأمريكيين بيساندوا إسرائيل. أنا طبعا التيار اللي بيساند إسرائيل ما بحبش أسميه المسيحية الصهيونية، وما بحبش أسميه الصهيونية المسيحية. أنا بحب أقول بعض المسيحيين اللي بيساندوا الفكر الصهيوني. هل في أمريكا فعلا في بعض الإنجيليين بيساندوا الفكر الصهيوني؟ في، لكن ما أقدرش أقول كل الإنجيليين، لأن فعلا معظم الإنجيليين في أمريكا ضد الفكر الصهيوني، ومعظم الإنجيليين في أمريكا بيردوا على هذا التيار، والكنيسة المشيخية على وجه التحديد في أمريكا ضد هذا التيار. وعشان كده ما ينفعش إن احنا حتى نعمم ونقول كل الإنجيليين الأمريكيين بيساندوا إسرائيل أو بيدافعوا عن الفكر الصهيوني. نيجي بقى للمسيحيين في الشرق الأوسط. الحقيقة الإنجيليين في الشرق الأوسط هم ضد الفكر الصهيوني على خط مستقيم. الكنيسة الإنجيلية المصرية كنيسة وطنية، عندنا عدد من الكتاب الإنجيليين كتبوا كتب بيساندوا الفكر، بيساندوا دولة فلسطين، وبينهضوا الفكر الصهيوني ضد الفكر الصهيوني. عندنا كتب اتكتبت، كتبها خصوص، كتبها رجال دين، كتبها ناس عاديين، وهم بيساندوا الحق الفلسطيني، وكمان بينهضوا الحركة الصهيونية. لما نيجي نتكلم عن مجلس كنائس الشرق الأوسط، أنا أمين مشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط، بمثل العيلة الإنجيلية. مجلس كنائس الشرق الأوسط ليه 50 سنة. على مدار 50 سنة ومجلس كنائس الشرق الأوسط بيعمل مؤتمرات ضد الحركة الصهيونية. على مدار 50 سنة ومجلس كنائس الشرق الأوسط بيناهض الفكر الصهيوني. مجلس كنائس الشرق الأوسط فيه الإنجيليين، فيه الأرثوذكس، فيه الروم الأرثوذكس، فيه الكاثوليك، وكل هذه الكنائس في الشرق الأوسط هي ضد إسرائيل. وعشان كده ما ينفعش إن إحنا نخلط الأمور، وما ينفعش إن إحنا نعمم، وما ينفعش إن إحنا نقول الإنجيليين بيساندوا إسرائيل. أنا بفتكر إن الإعلام له رسالة خطيرة، وعشان كده كل واحد بيقوم بالاتصال بيطلع على شاشة، من المهم إنه يكون منضبط، من المهم إنه هو يكون بيراعي الفكر بتاع رجل الشارع، يبسط له المعلومة، يوضح له الأمور. كنت أتمنى إن الأستاذة هند الضاوي زي ما بتتكلم عن الإنجيليين الأمريكيين وبتتكلم عن مساندتهم لإسرائيل، كنت أحب إنها تتكلم في نفس الحلقة عن موقف الإنجيليين العرب، وإزاي الإنجيليين العرب مع الحق الفلسطيني. مسيحيتنا بتدعونا إلى تحقيق العدالة والسلام. إحنا ضد العنف، إحنا ضد الإرهاب، إحنا ضد اعتداء على أي حد بريء. وعشان كده دي التعليم المسيحية اللي الإنجيليين في الشرق الأوسط بيستندوا ليها، وبناء عليه بنجدهم بيقفوا مع الشعب الفلسطيني. أتمنى
ان الأستاذة هند الضاوي تراجع موقفها. احنا في منطقة كلها صراعات، مش محتاجين نؤجج الصراعات في الشرق الأوسط، ولا محتاجين نؤجج الصراعات في مصر. احنا محتاجين نلم الشمل، محتاجين نصنع سلام، محتاجين ان احنا نكون بنعمل على الوحدة الوطنية، مش ان احنا نفرق الناس ونقول ان الانجليين بيساندوا اسرائيل، لان الحقيقة ده كلام غير حقيقي، اتهام غير حقيقي، كلام تعوزه الدقة. وكنت اتمنى ان الأستاذة هند تراعي الدقة وهي بتتكلم في هذا الموضوع الشائك.